طيب سلامات وجمعة جديدة. نبدأ في الحكي، نحكي عن ليبيا برضو. فالمرة دي حنحكي عن الممثل الغدير العبقري أنطوني كوين لما جه ليبيا يمثل في عمر المختار، في فيلم عمر المختار وفيلم الرسالة. طبعا فيلم الرسالة هو كان مفترض يكون ينفذ في المغرب، لكن يبدو أنه السعوديين ضغطوا على المغرب أنه ما يتم تنفيذ فيلم الرسالة هناك، على المخرج العقادي انه ما ينفذ الفيلم ده بشكل عام يعني. فتم الضغط على المغرب رفضوا للعقادي انه يمثل او ينفذ الفيلم. فالغزافي لقى فرصة ويقوم يعمل شنو يقوم يصطاد يعني في الناي، يقوم يستغل الفرصة، يقوم يفتح الأجواء أو البلد ليبيا للعقاد بأنه يشتغل الفيلم الرسالة، وفي نفس اللحظة يقوم يطلب منه يشتغل فيلم العمر المختار. فعمر المختار هذا هي فكرة طبعا من الغزافي انه يشوه بها صورة ال- العائلة بتاعت السنوسنية او الحركة السنوسنية، يشوه تاريخها يعني، ويركز الفكرة كلها على عمر المختار. طبعا ما علينا، فأنطونيو كين ما كان مهمة بالنسبة له انه هو شنو المهم، هو يتغمس الشخصيات. يعني وظيفته انه زول ممثل عبقري يعني يتغمس الشخصيات النادرة جدا او البعيدة عن ثقافته يعني. فلما بدأ في الشغل معاهم، قاعد في ليبيا، ادوه جناح كامل في القرية السياحية، وقاعد هناك وبيدرس في الشخصية بتاعت عمر المختار وكده، ومعاه حرسه وكده هناك. فدايما بيحاول يقول للحرس ابعدوا مني عشان انا داير افكر ويكون براه في هدوء. فيوم هو طلع على المغربية كده، قبل المغرب يعني، طلع على البحر وعلى الشاطئ كده يتمشى ويفكر في شخصيته دي. فسرح مع المشي مع الشاطئ، مرق برا القرية القرية السياحية دي، مرق برا مشى مشوار كده، بقى خارج المكان يعني، والحرس ما معه. فجأة شافوا، جات مرة عربية بتاعت شرطة، اثنين ليبيين بتاعين شرطة يعني سايقين عربيتهم وجايين مارين، شافوه، قال له اشبح هذا شنو يدير هنا؟ فهو مشوا عليه، نزلوا من العربية، جو شنو تدير يا، شنو اسمك انت؟ وين اوراقك؟ شنو اوراقك؟ المهم هو بدا يتكلم انجليزي ويضحك. شنو تضحك؟ شنو تصور في بلادنا موسخ؟ راهو جاسوس يا حميدة، راهو شدوا انطونيو كين، قبضوه وين ركبوه في العربية ومشوا هم في مدينة الزاوية. مشوا هناك في مركز الشرطة بتاعه، وهو راكب معاه في العربية يعني يضحك يعني، مبسوط من الفكرة يعني، ويقول له تضحك تو تشبح يا موسخ، ها تصور في بلادنا يا جاسوس. المهم ودوا لك المركز ذاك، فتحوا له، قال الباب، قال له هذا تو يجيبوا الملازم حميد يتفاهم معاه بالانجليزي، هذا دخله انت في الحبس، دخله حطه في الحبس. هذا دخلوا لك مع انطونيو كين، مع منو؟ مع مجرمين بتاع مخدرات وما اعرف شنو. فدخلوا لك في الحته دي، وكان هو مبسوط، اخذ له ساعتين كده في المكان ذاك، مبسوط جدا. اهاب هناك الحرس فقد انطونيو كوين، البلد انقلبت، اللجان الثوريه، ما اعرف المخابرات الليبيه جروا طربوا للغزافي، انطونيو كوين اتفقد، البلد انقلبت. يا امين اللجنه الشعبيه العامه للاعلام ومعاهم، المهم الناس دي جاطت جوطه، وليبيا يعني فضيحه، انطونيو كوين اتفقد يختطف يعني في ليبيا. فالمهم مع الجوطه ديك فجاه سمعوا في الجهاز العساكر اللي قبضوا انطونيو كوين ديك بيتكلموا مع الملازم علي بتاعهم ذاك، اروا يا ملازم علي معانا جاسوس امريكاني معانا. فالمهم التقطوا الجهاز، التقط النايم، وين انتوا؟ هذه شرطه الزاويه باهي تو نجيكم. فجاه المعيق مقبوض ده، كميه من المخابرات، الحكومه كلها جات هناك، جو خشوا لقوا انطونيو كين قاعد مع المجرمين دي، كانوا امين اللجنه الشعبيه العامه للاعلام يعتذر له، وما عارف السفير وشنو السفراء وكذا. فهو في الاجواء دي كامل قال لهم انا ما انا بطلع، لكن عندي شرط واحد، العساكر الاثنين اللي قبضوني ديل ما في زول يسالهم يعني، لانه انا 40 سنه، ده انطونيو كين قال كده، 40 سنه ما قاعد يتعامل كمواطن عادي، بس الاثنين دي اللي عملوني مواطن عادي من 40 سنه. يلا بعد ذاك شنو، في اثنين، واحد عسكري بيسأل في الملازم علي ده، قال لي شكون هذا اللي جاي الحكومه كلها تفكه؟ قال لي يا راجل، هذا انطونيو كوين، انطونيو كوين اللي يمثل فيلم عمر المختار. قال لي يا راجل، تو شادين اثنين عساكر، ما ترشي حاجه، تبي حرب الطليان والله يلا.